هذه بيئة الصحاري المفتوحة، وعادة البيئة هذه تكثر فيها أشجار السمر والطلح، وتعتبر البيئة هذه مناسبة لنمو المها العربي. هذا اللي تشوفونه الآن هذا المها العربي، الآن هذا مهدد بالانقراض، ونحاول الآن إعادة توطينه في بعض المحميات. البيئة الثانية هذه اللي أنتم تشوفونها الآن، وهي بيئة الكثبان الرملية. هذه البيئة تشكل المساحة الأكبر من مساحة المملكة. عادة في هذه البيئة هي المناسبة أيضا لنمو الغزال الرملي. والغزال الرملي هو المعروف باسمه الدارج غزال الريم. البيئة هذه بيئة الجبال الرسوبية. الجبال الرسوبية هذه وانتم شايفين الآن من الصورة أنه في غطاء نباتي جيد، والبيئة هذه ينتشر فيها الوعل. الوعل هذا اللي انتم شايفينه أيضا عنده قدرة على تسلق الجبال. تفضلوا معي. وهذا قطاع المملكة اللي نحاول فيه توضيح الأنماط البيئية المختلفة الموجودة في المملكة. نبدأ في بيئة البحر الأحمر. البحر الأحمر طبعا معروف بثراءه بالحياة البحرية، وخصوصا في الشعب المرجانية. المنطقة هذه أو البيئة هذه بيئة المياه العذبة الموجودة عندنا. المنطقة الثانية هذه نحاول نوضح فيها التنوع البيئي في مناطق الجافة بما تحتويه من حيوانات ونباتات. الحقيقة في هذا احنا نحاول من خلالها توضيح مدى تكيف التنوع البيئي وتعايشه مع هذه الطبيعة الجافة القاسية اللي تقل فيها المياه والأمطار. هذه الصورة اللي قدامكم تختلف عن الصور اللي شفتوها. الصور والنماذج اللي شفتوها كانت هي النموذج للبيئة بشكلها الجميل. هذا نموذج للبشاعة وللتدمير البيئي اللي يمارسه الإنسان عن طريق الصيد الجائر والرعي الجائر والاحتطاب الجائر، وطبعا أيضا نشر القمايم والنفايات. هذا كله الحقيقة بسبب قلة الوعي البيئي. تفضل. اللي تشوفونه هذا الآن هو امتداد اللوحة اللي تو شفتوها. هذا يمثل التدمير البيئي. تصوروا هذا الطائر الجميل، طائر النعام العربي، بكل بساطة انقرض عندنا. ليش؟ بفعل الصيد الجائر. واحنا إذا ما زاد عندنا الوعي البيئي ممكن عشرات الحيوانات والطيور حتنقرض. شوفوا مثلا اللوحة هذه تمثل مدى بشاعة الإنسان في تدمير البيئة. صوروا الحيوانات هذه اللي نشوفها الآن، وعشرات أو مئات غيرها انقرضت بكل بساطة عشان المتاجرة بجهودها. حنا بحاجة إلى همتكم يا شباب. ما يخفاكم أن محمياتنا تتعرض إلى مشاكل خطيرة، وإمكانياتنا المادية ضعيفة. كذلك اختراق المحميات يتزايد يوما عن يوم. مثلا طفي النور لو تكرمت. هذه محمية الوعود. عدد الجوالة ما يتناسب مع المساحة، ولا يتناسب حتى مع المهام المناطة بها. مثلا عندنا هذه محمية حرة الحرة. قبل 7 سنين كان فيها ما يزيد عن 6000 غزال تقريبا، والآن أقل من 200 غزال. والسبب المتسللين. تصدقوني يا جماعة، وعينك عينك جهارا، عالم بالأسواق اللي جنب المحمية يبيعون الغزال الحي ب700 ريال، والغزال المذبوح ب500 ريال. وهذه محمية عروق بني معار. الله يستر عليك. انحي مع الجهاز طال عمرك. طيب.
يا اخوي ما في الا ذا الدرب. يا اخوي ما تشوف المطر علق؟ بتجي الهيئة الحين وتمسكنا. طيب شو اسوي؟ الظاهر ذاك درب ثاني. اي والله انك صادق. شوف الظاهر انها جرت لنا. لا والله ما الظاهر انها اكيد. اطلع ورا. يا كابتن فيه جرة سيارة قاطعة. لف عليهم يا كابتن. ان شاء الله. يا 4 ميم يا 4 ميم. معك أرسل الله يحفظك. السيارة قدامي واشوفها الآن. يا مراقبة الجوية، المراقبة الجوية، حدد موقعك من فضلك لو سمحت. سجل عندك. كملت. خلصنا من الارنب والله احمد. اجدع ورطنا فيه. ادب. طيارات وسيارات ودوريات وتورطنا فيهم. طيارة هذه طيارة قدامنا. ما شاء الله. أرقم هذول طال عمرك، وهذا سلاحهم. واحد من الجوالة يركب سيارتهم، وانت يا مفرح اطلع بالرجال اللي معك وانتم الاثنين خذوه.
يا طول العمر يا طول العمر اخر مره يا والله ما نعيده والله ما نعيده. ليش؟ ها؟ ليش؟ ليش هالتدمير؟ ليش هالتخريب؟ ليش؟ اخر مره يا طول العمر، اسمح لنا هالمره. أسامحك؟ شلون تبيني أسامحك وأنت قاعد تقضي وتدمر جهد سنين علشان حمي هالأرنب؟ تبي تاكله؟ طاعون يشق بطنك، راح للسوق وجيب لك بدال الواحد 10. يا طول العمر اخر مره، اسمح لنا هالمره، حنا نصيد ونقدص مثلنا مثل غيرنا. ما شاء الله، اسمع بالله طال عمرك. خذوهم للأمارة وارفقوا معهم التقرير، وهناك يبي يعرفون شلون يتصرفون معكم. هذه فيها مصادرة أسلحة ومصادرة سيارة. خذه خويه وخله ينقلع. يلا عمرك طال عمرك، يلا امشي امشي انت وياه، امشي امشي. للأسف الشديد بدأت تتحسن لدينا وسائل تدمير البيئة والحياة الطبيعية بشكل أكثر تخريباً وتدميراً، وفي الوقت نفسه ما زلنا نستنزف مواردنا الطبيعية بشكل مستمر وحاد. في خلال أقل من 50 سنة انقرض النعام العربي، وانقرض الفهد العربي، وتضاءلت أعداد من طيور الحباري والماهى العربي والوعول الجبلية، وكذلك النمر العربي وغزال الريم وغزال الإدمي. وهذا إخلال عظيم وشنيع في البيئة. هذا إخلال وإفساد بمبدأ التوازن البيئي والتكامل اللي الله سبحانه وتعالى أنعم به على خلقه. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب المفسدين. خذ يا نقا، حط هالملف في محمية حرة الحرة. سم. لحظة، متى بتروحون؟ اليوم ان شاء الله بعد الدوام. موفقين. السلام عليكم. عليك السلام. ايش فيك؟ حوسة المتسللين حوسة. عندي لك خبر مو بسار. لا تقول لي ما وافقوا على رفع الميزانية. لا، هذه يبيلها معاملة طويلة عريضة. أجل وشو هالخبر؟ امسك أعصابك يا أخوي، تراك أربكتني الله يرحم والديك. قل لي وش السالفة؟ قوات درع الجزيرة بيسوون مناورات في جزيرة أبو علي، وبدأوا بالإنزال البحري. يا رجل قل غير هالكلام. اللي سمعت. طيب ما في أحد قال لهم إن هذه محمية؟ الله أعلم. إيه بس هذا الحين وقت تفريخ الطيور، النورس والخرشنة وغيرها من الطيور، وهذول قاعدين يشتغلون على ذخيرة حية، يعني بيدمرون لك الموقع كله. لا لا لا، مش ممكن. لازم يوقفون. أقول لك يقولون الدبابات والزوارق في اتجاه للجزيرة. بس هذا يعني شوف، احنا لازم نسوي شيء، لأنه بهذه الطريقة. طيب ممكن تخليني أنا أحاول. أنا بطلع الآن، بروح أجمع لي على الأقل صور الحيوانات والطيور وإن شاء الله نتوفق فيها. وش تقدر تسوي؟ بعدين تعرف.
المناظر جميلة، بس أنت تدري إيش معنى تحرك القوات؟ وأن المناورة هذه لنا مدة وحنا نخطط ونجهز له، وأعددنا قواتنا على الإنزال البرمائي، ولا أقدر أقول لك أكثر من كذا. وخذ صورك هذه، ترى جدولي مسحوم. يعني طال عمرك ما في امل ان احنا نوقف القوات؟ إذا أنك تقدر توقف القوات هذه لوحدك بصورك هذه يكون في أمل. انسى الموضوع، تقدر تمشي. سم طال عمرك. نعم طال عمرك. طبعا حماية البيئة جزء من حماية الوطن والدفاع عنه. أمرك طال عمرك. مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. والله ما أقدر أقول إلا مبروك هالإنجاز. الحمد لله، الحمد لله. وينك فيه؟ أنا والله قربتها الحين المحمية بني معارض. أي نعم. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الأمور إن شاء الله؟ الحمد لله. الحقيقة يا طويل العمر اليوم لقينا القبض على 2 متسللين في قلب المحمية. والله العظيم؟ في تيت القفاتاك. وينهم فيه؟ أرقهم تحت الدرج، 7 شلوهم. استغفر الله العظيم. مو بهذول اللي مسكناهم قبل اسبوعين؟ هلو ذي ما فقع قلبي، إلا حرام حرم الدم إنهم هم. طيب مش أنا حررت لكم مخالفة وقلت لك إنك سلمهم الأمارة؟ سلمناهم في تيت القفاتاك وأخذنا إيصال استلام وتسليم. هذول المفروض إنهم يحجزون، المفروض إنهم يحاكمون، يغرمون، يسجنون على الأقل 4 شهور. من اللي طلعهم؟ قسم بالله إني ما أدري. يا طويل العمر، السموحة تراكم مكبرين السالفة. المسألة مسألة أرنب، إذا ما أكلناها أكلها الذيب. هو صادق، الله يطولنا عمركم إن شاء الله. انطم ولا كلمة. موضوعكم هذا أنا بتابعه في نفسي عند الأمارة. جرة. يا طويل العمر، آخر مرة يا طويل. فرح. تعال. فرح. معك طال عمرك. ايش قاعد تسوي؟ نزلنا من السيارة في انك تروح للشجرة، وانا وراك واشوف هذاك الور وانطلق وراه، وقسم اني قدني بمسكه وامصع مرقبه، لكنه فلت. اقول الله يمصع رقبتك قلامين. قسم لا قلت امين. يا مفرح، هذا الورر او السحلية اللي انت تشوفها، هذا يعيش وياكل حشرات وحيوانات
يعني لو مات هذا ممكن الحشرات والحيوانات هذه ضارة وتتكاثر تضرب كثير من أنواع الطيور. عليك وجه الله. نعم. ثم هذا الآن الورر ولا السحرية اللي تبي تمصع رقبته، في حيوانات كثيرة تعتاش عليه تاكله هو. سمعتني؟ نعم. هذا يسمونه يا مفرح، يسمونه التوازن البيئي. يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق هالحشرات وهالحيوانات عبث، كل شيء له دور. سمعتني؟ صدقت، لكن قسم لسني أدري عن هذا الموضوع كمبليتلي. نعم. فعليك وجه الله لا تجيب طاري للأمارة. تفضل معي يا مفرح. أنا ذلك باخذ الشبشب، أعزك الله. السلام ورحمة الله. هلا يلا حيهم. هلا مرحبا. هلا والله. هلا حييك. حيهم يا هلا. حياك الله. استريح استاذ صلاح، استريح. الله يحييك. تفضلوا كل واحد في مكانه. استريح. الله يحييك. يلا حيهم. لا تعال هنا. يا هلا. يا هلا والله مرحبا. يلا حيهم. القهوة يا عيال، القهوة. ما شاء الله ما شاء الله. شفت هالجلسة؟ نعمة. حول الضوء وبهالرملة. يلا من فضلك. الله أكبر. اللهم لك الحمد. سلم. استرح يا محمد، استرح. ترى يا أستاذ صالح نقى شاعر متمكن. عجيب. اي والله. اطلب خليه يسمعنا شيء من ال. عطنا يا نقا. سموه بشر طال عمرك. يقول لا ضاق صدري شلت بندق ودربيل وجميع ما يطري على البال راهي واخذت الصندوق الفشاق والمعامل مع دلة صفرا وبراد شاهي وسلامتكم. صح لسانك. تسلم. الله يسلمك. عجيب والله يا نقا. اثرك راعي مقناص وراعي صيد. والله اني يا طويل العمر ما توظفت بالمحمية الا حبا للصيد، لكن اذا شفت هالارنب ولا الغزال قدامي قلبي يفر، وشلون اصيدها وانا حاميها؟ اي انتبه. انت تدري هالحين الدول اللي تهتم بالبيئة يقول لك اذا جاء واحد مخالف انظمة الصيد تدري وش يسووا فيه؟ يسجنونه ويعلقون اللي هو صادها، يعلقونها في رقبته الين تخيس وهي في رقبته عشان التوازن هذا. نعم. يا دفع البلا. بس يا طويل العمر اشوف الارنب واخليها ما اقدر، قلبي يفر يا طويل العمر. ولكن الله خيركم بين امرين، اما انكم ترجعوني يم الرياض ولا تخلوني اصيد باليوم بس ارنبة الوحدة يا طويل العمر، ما انا بغيرها. انت ما يفيد فيك يا نقا الا نربطك مع رقبتك ونجرك لين وديك للرياض عشان التوازن. نعم. قوة هالمرة. بس وقف. طف السيارة. خير؟ ها؟ خير وش طاعونك؟ وش قاعد تسوي؟ ايش الكلام هذا؟
تلعبون في رحم البيئة؟ يا أخوي وش أسوي أنا؟ قاعد نحاطب. أولا هذه محمية والاحتطاب فيها ممنوع. ثانيا يا آدمي يا محترم، إذا تسللت ودخلت محمية احطب مثل الأوادم مثل البشر. جيب لك فاس، جيب لك منشار يا مال المنشار اللي يقص راسك وقصها، مو هو بتلها مع جذورها. جذورها تلعبون في توازن تلعبون فيه؟ طيب وش الفرق؟ الفرق انك اذا قصيتها بفاس وتركت جذورها في الارض تجيها بعد سنة بعد سنتين بعد 10 تطلع بدالها شجرة ثانية. لكن اذا تليتها من جذورها بح ما عاد في شجرة ثانية. بح. السنة الجاية يا أخوي أروح أدور شجرة ثانية وأقلعه. انتم بالظاهر ما ينفع معكم التفاهم. خذ مفتاح السيارة وارسلوا لنا فرقة وقولوا مسكنا متسللين. أمرك. والله العظيم انه رفع ضغطي. يعني معقولة في ناس بهاللامبالاة؟ ما عندهم إحساس بالمسؤولية هذه. يسولف لي واحد من جماعتي من عصب الرقبة، يشتغل جوال في محمية ريدة بالجنوب، يقول عندهم شجرة منمم عمرها 1000 سنة وعرضها بسم الله ما شاء الله. جو ناس فإنهم يقطعونها عن بكرة أبيها. الجماعة كلهم يبكون، حريمهم وعوالهم تقول مات عليها ميت. الله أكبر. وليش حرقوها؟ والله إني لو قلت لك أنت تضحك. يقولون يوم شافوا الناس يجون عندها يتصورون عندهم شجرة، يجلسون يتقهوون يسولفون، خافوا انهم يتبركون بها، قالوا نقطعها ولا عاد يجي احد. بالله شوف التفكير. شلون خلص البند وما راح من السنة إلا 3 شهور؟ هذه ميزانيتنا، وش تبينا نسوي؟ نشحذ؟ طيب ليش يا أخي؟ يعني ليش ما نتصل بمنظمات خارجية متفاعلة معنا ممكن تعطينا أضعاف الميزانية؟ كبيرة، هيئة وطنية، ونشحذ من الخارج. طيب والحل؟ حنا في الهيئة الوطنية هنا صرنا مثل الدجاجة اللي يربطوا وراها قطار وقالوا اسحبيه. 40 مليون 40 مليون ريال ميزانية هيئة طويلة وعريضة. 40 مليون ما تكفي ميزانية ولا محمية واحدة. إن الرعي والاحتطاب الجائر بعد 2 أو 3 سوف يقضي على الغطاء النباتي لصحرائنا، وسوف يسبب ذلك هبوب عواصف ترابية حادة. كذلك سوف تجتاح الأمطار مدننا وقرانا وهجرنا بسرعة تدميرية تحدث كوارث لا يعلم مداها إلا الله. إن مدينة الرياض مثلا تستقبل يوميا 437 طن من أكاسيد الغازات الضارة. إن لم يتم إيقافها أو التخفيف منها سوف تصبح مدينة غير قابلة للسكن فيها. إن تفشي أمراض الفشل الكلوي والتليف الكبدي والسرطانات بأنواعها وتضخمها بأشكال خطيرة إنما هو نتاج تلوث بيئي خطير سوف تزداد خطورته يوما بعد يوم. إن استنزاف باطن الأرض بالشكل التعسفي الذي نقوم به الآن قد يحدث انهيارات أرضية، قد يكون مستقبلا تشكل هزات مدمرة لا سمح الله. أيها الإخوة، إن موضوع البيئة والحياة الفطرية في مملكتنا ليست مسألة ترف أو مسألة ثانوية. البيئة والحياة الفطرية لدينا مسألة حياة أو موت.